الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. مشاهدينا في كل مكان، مشاهدي قناة الصحة والجمال، اهلا بحضراتكم. يتجدد معكم اللقاء وحلقة جديدة من حلقات برنامج حكايات بلدنا. معكم محمد طاهر. زي ما اتعودت حضراتكم في الحقيقة بتتابعوا معانا اسبوعيا جولات وزيارات مختلفة بكاميرا البرنامج داخل مصانع مصر، سواء في المناطق الصناعية او خارجها، في الحقيقة بحثا عن عملية دعم الصناعة المصرية تزامنا مع يعني توجيهات الرئيس وتوجيهات الدولة واحتياج الدولة، لان احنا قلنا في الحقيقة مرارا وتكرارا لن تقوم لهذا البلد قائمة إلا بعملية التحول من الاستيراد إلى الإنتاج، أو التحول إلى عملية تعميق التصنيع المحلي. النهاردة في الحقيقة في حلقة النهاردة هيكون معانا زيارة مهمة جدا لقطاع تحويل الورق والبلاستيك. لقاء هنشوفه مع بعض بعد قليل من خلال زيارة كاميرا البرنامج إلى مصنع يونيك باك، وحديث مهم عن هذا القطاع وهذه الصناعة يمكن التي ترتبط في بعض تفاصيلها بالصناعات الغذائية وتغليفها وكذا. ده في الحقيقة هنشوفه بعد قليل في منتصف الحلقة، وإن شاء الله يكون كمان معانا الأسبوع القادم يعني القائمين على المصنع والقائمين على هذه الصناعة ضيوف على الهواء مباشرة للحديث بشكل مفصل وبشكل أكبر عن حال هذا القطاع وحال الصناعة المصرية واحتياجاتها في الفترة المقبلة بإذن الله. لكن في الحقيقة يعني سؤال لابد من الاستمرار في البحث عن إجابته. احنا عايزين ايه؟ احنا عايزين صناعة ولا لا؟ ليه بقول هذا الكلام في الحقيقة؟ لأن برغم التوجيهات المستمرة من الرئيس، وبرغم الجهد المبذول من بعض القيادات السياسية في التأكيد على عملية التحويل من الاستيراد إلى الإنتاج أو تعميق التصنيع المحلي في مصر، لكن تظل هناك يعني كثير من علامات الاستفهام المرتبطة بتأخر تنفيذ هذه التوجيهات في الميدان. ليه بقول هذا الكلام؟ لأن احنا في الحقيقة يعني أسبوعيا زي ما انتم عارفين حضراتكم، أو يوميا أنا وكثير من الزملاء في البرامج الصناعية موجودين في مصانع مصر، بنشوف أحوال الصناعة، بنشوف أحوال العمال، بنشوف أحوال المنتجين، ولكن الحال في الفترة الأخيرة في الحقيقة لا يسر عدو أو حبيب. ليه بقول هذا الكلام؟ تخيلوا حضراتكم بمجرد النهاردة ما بزور شخص مصنع، 100 سؤال و100 موضوع وخوف وارتياب. انتوا ضرايب ولا محليات ولا طب ليه بناخد اي زياره بالمحمل السلبي؟ ايه اللي وصلنا لهذه المرحله؟ في الحقيقه بشوف يعني لما بسال صاحب قطاع عن سبب هذا السلوك في استقبال الزيارات الاعلاميه للمصانع، في الحقيقه بشوف اجابات صادمه ترتبط بتعامل الجهات المعنيه وصغار الموظفين تحديدا معاهم. بيقولوا لنا احنا في الحقيقه في اشد يعني بنعيش اشد معاناه في هذه المرحله في ظل يعني كمان ارتفاع الماده الخام، وده عبء كبير بنعيشه خلال الفتره الاخيره في جميع القطاعات. ولكن في الحقيقه في المقابل كمان برغم وجود توجيهات بتسهيل الاجراءات وكذا، ولكن بيجي الموظف في الحقيقه بيمثل حاله رعب، يعني بغض النظر عن الجهه، محليات، ضرايب، كهرباء، برغم ان ده مصنع محتاج النهارده اروح له اشوف ايه عنده، المشكله اللي عنده ايه واساعده، ما سببلوش في الحاله دي. برغم ان احنا بنقول دايما ان اي مصنع يعني انا اتمنى انه يوصل لمرحله انه يبقى فاتح بابه للعميل، للمستهلك اللي بيحصل على منتجه، ما يبقاش فيه رهبه وخوف من اي زياره، بالعكس ابواب مفتوحه للجميع. اتفضلوا شوفوا كمان احنا بنصنع ازاي، وده حق من حقوق المستهلك انه يتعرف كمان على المنتجات اللي بيتم تداولها في الاسواق. ولكن حاله غريبه النهارده بنشوفها من خوف وارتياب ورعب في استقبال الزيارات الاعلاميه، مش في برنامج حكايات بلدنا بس، يمكن احنا بنتكلم عن مجموعه من البرامج الصناعيه ابرزها حراس الوطن وحكايات بلدنا والاسماء كثيره في الحقيقه، ولكن نفس الحال باختلاف المناطق الصناعيه واختلاف الصناعات. طب ليه حاله الخوف برضه؟ يعني عايزين نضيف لحاله الخوف دي في الحقيقه موضوع مهم جدا، موضوع الورقيات. تتخيلوا حضراتكم يعني مصانع حدث ولا حرج، وانا قلت ده قبل كده، في الحقيقه عندنا يعني تجربه الصين الشعبيه بالفعل موجوده، ولكن ينقصنا في الحقيقه كيف
نطور وكيف ندعم هذه القطاعات بالطمأنة وإعادة الثقة بين القائمين على هذه الصناعات وبين المصنع. عايز النهارده المصنع اللي خد خطوة في استخراج سجل تجاري وبطاقة ضريبية بسهولة يستشعر نفس المسار ونفس الطريق في استخراج الرخصة الصناعية. ما لقوش النهارده بقى في الحقيقه بعد ما طلع السجل والبطاقه وعايز ياخد طريق قانوني يفاجئ في الحقيقه يعني بتناقض بين الجهات المختلفه. انا رحت هيئه التنميه الصناعيه، لا اروح الحي لا، طب روح البيئه لا، الدفاع المدني. ليه النهارده ما يكونش في تضافر جهود وتعاون بين الجهات المختلفه من اجل التيسير على المصنع؟ لان انا في الحقيقه يعني مش عايز اقول كتر خير النهارده اي حد بيعمل فكره بينتج منتج بديل لمستورد، ده نقول له كتر خيرك، اتشال على الراس، ما نشتتلوش دماغه. بالعكس احنا نروح نشوف هناك في مصنعه محتاج ايه، ازاي نطلع له ورقه بسهوله وهو قاعد. ما نلاقيش الراجل بقى وهو بيفكر يعني يقدم منتج محلي بديل للاستيراد، وده الهدف وده المراد، ولكن نشغله عن ده في الحقيقه ونسيبه كمان يعني نسيب اعباء ارتفاع الماده الخام على دماغه ونسيبه يلف ما بين الجهات رايح جاي ما بين التنميه الصناعيه. طب احنا عايزين يا جماعه بقى يعني نوصل لمرحله بجد نكون عايزين صناعه مصريه، تنفيذ حقيقي للتوجيهات اللي بيقولها السيد الرئيس باستمرار لدعم الصناعه المصريه بشكل عام والصناعات الصغيره تحديدا. وعايزين كمان في الحقيقه يعني جهات معنيه مرتبطه بمتابعه تنفيذ هذه التوجيهات ميدانيا، لان هذا الطرح في الحقيقه سمعته مرارا وتكرارا. صحيح بيكون في حالات يعني شكر للجهد اللي بيبذل بين البرامج الصناعيه في نقل رؤى المصنعين ونقل صوره تعبر عن الصناعه، ولكن محتاجين جهات رسميه بتمتاز يعني بصلاحيات اتخاذ القرار. في الحقيقه محتاجه تنزل الشارع في المناطق الصناعيه وخارج المناطق الصناعيه، تنزل وتتابع وتشوف المصنع عايز ايه. وكمان بعض القطاعات اللي بدأنا نشوفها في الحقيقة بديلة للمستورد ولكن بتظل عمليات استيراد المواد الخام من الخارج، محتاجين ندرس مع بعض ونفكر كيف كيف نوفر المواد الخام البديلة المحلية من خلال الاستثمارات الضخمة التي لن يستطيع مستثمر صغير أو رجل أعمال صغير أن يسلك هذا المسلك بمفرده. في الحقيقة في بعض القطاعات محتاجين تدخل الدولة لتوفير المواد الخام. في الحقيقة لن يأتي هذا الإطار إلا بنزول المهتم والمعني من أي جهة بكيفية تنفيذ توجيهات الرئيس بشكل حقيقي في الشارع وترجمة هذه التوجيهات من أجل خدمة الصناعة. مشاهدينا في كل مكان، سريعا كده هنروح مع بعض زيارة بكاميرا البرنامج إلى مصنع يونيك باك لصناعة تحويل الورق والبلاستيك ونرجع لحضراتكم من جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أولا مش مهندس، أنا محاسب. نشاط المصنع بتاعي تحويل وتصنيع الورق والبلاستيك وتصنيع الأكياس. أنا الأول كنت شغال في شركات، من سنة وشوية عملت الكيان بتاعي ده. الهدف الأساسي من الموضوع أنا صناعة تحويلية، أنا حلقة ربط، يعني حلقة في النص، صناعة تكميلية بين المصانع المحلية وبعض الاستيراد، بعمل عليها عملية تحويلية ليا وللغير، بحيث ان انا هم ياخدوها يكملوها المنتج النهائي. في جزء من الشغل اللي احنا بتاعنا انتاج محلي 100%، بس في حاجات للاسف مصر ما دخلتش فيها لان هي مشاريع كبيره، المصانع كبيره، مش شغل افراد. بتحتاج مصانع درفله عاليه، فدي بتيجي من بره. تخصصنا في بعض المجالات ولكن هناك مجالات ايوه لسه ايوه. ودي مشكله برضه، دي مشكله كبيره، لان برضه انت بتستورد بارقام كبيره مش بارقام صغيره، فهي دي المشكله. يا ريت تصنع في مصر، هتوفر على حاجات كتير. في حاجات منتجات محليه زيها زي المستورد. عقده الخواجه موجوده، وفي ظل الازمه اللي احنا عايشين فيها في مصر دلوقتي وغلاء الاسعار، المنتج المحلي لو بقى هاي كواليتي ولو برايس هيغزو. لو كفاءة عالية وجودة عالية وسعر مناسب. لو ما بص، لو ديت حطها بنسبة فوق ال 80-90% كمان. لأن في منتجات كتيرة جدا موجودة في مصر
واخد بالك. واغلب القطاع في مصر كله ناس متوسطين الدخل، مش هيعتمد قوي على المستورد، فبيتجه للحاجه المحلي. بص حضرتك، هي كل الوضع ان انت لما بتيجي تتعامل مع جهه بتلاقيك ان انت داخل 3 4 جهات في بعض. تعدد الجهات. فكل جهه لها قوانينها، وكل جهه لها الاشتراطات بتاعتها. فممكن تمشي مع جهتين لهم نفس التوجه، وجهه ثالثه تقول لك لا انا مش كده. دي برضو مشكله. يعني انا ممكن انزل اقضي مصلحه او عاوز اعمل ورقه في مصلحه اخد 5 دقائق، ومصلحه تانية اقعد فيها اسبوع و10 ايام. يا فندم مصر بخير، مش بقول لك مجامله، وممكن نبقى احسن من كده 10 مرات. وانا مصمم عند رايي، احنا في مصر السهل الممتنع. انت فئه الحرفيين في مصر بدات تندثر. ليه؟ برضه هرجع اقول لك، التوك توك، الولد الصغير اللي كان بيطلع من المدرسه ويروح ورشه عشان يتعلم مهنه ما بقاش موجود. ما بقاش موجود. فهتطلع حرفي منين؟ التعليم الفني مش واخد دوره في مصر حتى هذه اللحظه. الهيئات الحكوميه بحالها نرجو من الله ان هي توحد الاجراءات. مفيش اكتر من كده. أنا بعمل عملية تجهيز لمواد التعبئة والتغليف، بدورها بتروح لشركات المواد التعبئة والتغليف، بتطبعها عندهم وبتجهزها لشركات الأغذية والمجمدات والحاجات دي. بقالنا في المجال ده المفروض يعني كتجارة كانت من 2002، إنما كتصنيع من 2015. هو كانت التجارة الأول، وأنا بتاجر كنت بجهز لبعض من العملاء بتوعي، فكان عبء عليا إن أنا أروح أقطع في مكان أو أجهز في مكان. فبدأت بمكنة لنفسي لغاية ما ربنا كرمنا وعملنا الصرح ده انا وشركائي. والله يا ريت اطلب من سيادته بس ان هو يذلل، يعني يوصي ويؤكد على كلمه يوصي ديت، ان هو يذلل لنا العقبات. قد تكون صغيره ولكن هي في نظرنا احنا كبيره. رجعنا لحضراتكم من جديد بعد ما شفنا زياره كاميرا البرنامج لمصنع يونيك باك. في الحقيقه يعني قطاع محترم وصناعه محترمه، صناعه وعيده في الحقيقه. ولكن فكرنا امبارح في المونتاج في الحقيقه ان يكون التقرير عباره عن جمل موجزه في الحقيقه، استعدادا لكلام اكبر واكثر في الحقيقه عن هذا القطاع وهذه الصناعه من خلال يعني استقطاب الضيوف على الهواء مباشره هنا في الاستديو الاسبوع القادم ان شاء الله، القائمين على مصنع يونيك باك، في حديث اكبر عن هذا القطاع وهذه الصناعه واحتياجاتها كمان واحتياجات الصناعه المصريه بشكل عام. طبعا سمعنا يعني تاكيد على فكره تعدد الجهات وتوحيد الجهود. مقدمه في الحقيقه طالت قبل التقرير اتكلمت فيها عن اهدار وقت المستثمر، اهدار وقت المصنع، وده في الحقيقه شيء بنشوفه وبنرصده باستمرار. ولكن كل ما اخشى في الحقيقه يعني ان يكون هذا فعل متعمد، لانه في الحقيقه لن يضيف للصناعه المصريه، لن يضيف الى الهدف المرجو والمنشود، وهو توفير البديل المحلي من اجل خدمه المستهلك المصري بشكل عام. محتاجين يا جماعه يكون بجد في تعاون بين الجهات المختلفه المرتبطه بعمليه الصناعه في الحقيقه تحت مظله وزاره التجاره والصناعه والدكتور احمد سمير وزير التجاره والصناعه. محتاجين نكثف من الزيارات الميدانيه الى المصانع، مش عايز اقول ابحاث ميدانيه، ولكن في الحقيقه سواء البرامج او فرق عمل من وزاره التجاره والصناعه بتنزل، هي النهارده بتشكل نوع من انواع المرصد لاحتياجات الصناعات الصغرى في مصر. اذا اردنا صناعه حقيقيه، اذا اردنا بالنهوض، يعني اذا اردنا النهوض بالصناعه المصريه بديلا عن الاستيراد، وفي الحقيقه توفيرا كمان عن فكره الدولار واحتياجنا رفع النهارده نزل. لو عندنا صناعه وعندنا منتج محلي مش هيبقى في دماغنا دولار يطلع او ينزل. مساله مهمه تانية في الحقيقه سمعناها في التقرير، موضوع الحرفيين. ودي يعني من اهم المشكلات في الحقيقه اللي قابلتنا على مدار 10 سنوات تاريخ هذا البرنامج في عمليه يعني نقل الصور المعبره عن الصناعه. تخيلوا حضراتكم من 10 سنين بنأكد على هذا الطرح،
بنأكد على هذه المشكله ولا حل حتى هذه اللحظه. يعني مفيش مصنع في مصر زرته من اسكندريه الى اسوان اللي في الحقيقه الا كانت شكواه الرئيسيه من غياب العماله بسبب اتجاهها للتوك توك او البحث عن الرزق السريع في الحقيقه، او الكلام عن التعليم الفني وكيفيه تطويره وربطه بيه ودمجه بيه كمان الصناعه المصريه. قلنا مرارا وتكرارا في الحقيقه محتاجين ناخد الشباب من التعليم الفني نشوف ازاي يبدا بشكل ميداني بشكل فعلي، يدخل المصنع يتدرب ياخد خطوات جاده عشان نقدر يكون عندنا حرفيين بجد. لكن انا كمان ليا في الحقيقه تعليق على هذه المساله، يعني ده كمان اذا كان ده نقاش مفتوح، شايف ان هناك ثقافه مجتمعيه احنا مسؤولين. يعني مش كل التفاصيل هنقعد نقول الدوله لا، يعني في هذه المساله تحديدا انا كمان شايف ان احنا لازم نغير وجهه نظرنا الاجتماعيه في رغيبي التعلم او رغيبي التعلم في التعليم الفني. مش مطلوب النهارده كل الناس تبقى ثانويه عامه، مش مطلوب النهارده الناس شهادات عليا وجامعه، لان النهارده الدول اللي في الحقيقه قامت بالصناعه واخذت خطوات صناعيه محترمه ونهضت بالصناعه اهتمت اهتمام كبير بالتعليم الفني. هنا احنا محتاجين خطوتين: اهتمام من الدوله وتغيير ثقافه مجتمع. ما يجيش النهارده حد يعني يقول له انت معاك ايه؟ انا معايا تعليم فني، فتعامل معاه باستهانه. ده جزء من الازمه، محتاجين نعالج ده ومحتاجين نراجع نفسنا في ده علشان يبقى هناك اقبال مجتمعي على التعليم الفني. ده واحد، وقتها كمان نقدر نقول يا دوله تعالي بقى احنا محتاجين 1 2 3. فاحنا هنا بنتكلم على شقين: شق يرتبط بالدوله وشق يرتبط بالمجتمع وثقافته اللي في الحقيقه محتاجين نعدل فيها ونغير في مناحي كثيره ترتبط بيها. في الحقيقه يعني كمان اتكلمنا عن الحرفيين وتعدد الجهات وكذا، ولكن يهمني كمان اتكلم عن المصانع الصغيره اللي في الحقيقه بشوفها بدون ورقه وبدون التزامات وبدون اشتراطات، وفي الحقيقه هناك غياب لحق المستهلك بسبب هذا القسم. مين مسؤول؟ مين مسؤول؟ هل صاحب المصنع اللي فكر يشتغل بهذا الشكل؟ لا، ارجع اقول لحضراتكم لا. ليه؟ انا محتاج جهات تنزل، وبدل ما تخوف وبدل ما تقفل وبدل ما تقول لا، لان احنا النهارده في امس الحاجه الى فتح مساحات للعمل امام الجميع، محتاجين نقول له تعالى انت كنت بتشتغل، انت هنا كده غلط، انت ممكن دي تبقى كده. ببساطه شديده ارجع الثقه تاني، افتح ابواب مش بالكلام، بالفعل الميداني قدام المصنع، اخليه النهارده هو اللي يتجه للجهات. انا عايز ورقه كمان، طب انا عايز اصدر. ما يبقاش في خوف يا جماعه. مشاهدينا في كل مكان، الى هنا نكون قد وصلنا الى الختام. نرجو ان نكون قد افدناكم، على امل ان نلتقي بحضراتكم الاسبوع القادم في نفس الموعد ان شاء الله. تحياتي محمد طاهر.